هو ليه أنت يعني، ليه أنت الشخصية اللي أنت عليها دلوقتي؟ إيه اللي طلّعك كده؟ إيه اللي خلّاك بالتركيبة العجيبة دي؟ ها؟ الحقيقة لو أنت رجعت تاني لأيام المدرسة، غمضت عينيك كده واسترجعت أيام المدرسة وأنت قاعد في الفصل، وكنت قاعد في أنهي ديسك بقى وقدّام والّا ورا، كنت هتلاقي في الفصل بتاعك ولاد شاطرين جدًا. لو الأستاذ بتاعهم بتاع الحساب سأل أي سؤال في الmath هم أول ناس هيجاوبوا، وأنت عارف إنهم لو رفعوا إيديهم وجاوبوا أكيد الإجابة صحيحة. في ولاد تانيين بيبقوا الولاد الأشقيا اللي دمهم خفيف بقى اللي المدرسين بيحبوهم لأنهم دمهم خفيف وأشقيا بس إيه مش مزعجين. في ناس تانية ولاد بيبقوا متنمرين غلسين ودمهم تقيل ويعني بصوا بقى كله قرفان منهم بما فيهم المدرسين. وفي الولاد اللي قاعدين ورا اللي هم ال الكسلانين. الناس دي لو المدرس طلب منهم الhomework مش هيجيبوه، ما جابوش الكتب بتاعتهم، دايمًا المدرسين كلّهم بيهزقوهم لإنهم فاشلين في الدراسة وهكذا. كلّنا وإحنا صغيرين اتحطينا في قوالب، اتقال لنا إن أنت شاطر في كذا، أنت خايب في كذا، أنت كسلان، أنت انطوائي، أنت دمك خفيف، أنت ما بتعرفش ترد وتاخد حقك، اتقال لنا كده وإحنا صغيرين. وبالنسبة لنا المُدرِّس ده والمدرسة دي حاجة كبيرة جدًا، ده المُدرِّس ده عارف كل حاجة، لدرجة إن هو يعني من كتر ما هو مُتعلِّم فبيعلِّمنا بقى الدنيا حوالينا وبيقول لنا نتكلّم إزاي ونكتب إزاي ونحسب إزاي والكلام ده كُلّه. في قوة تانية أكبر هي قوة باباك ومامتك، دول الauthority figures، ده مامتك اللي أنت قعدت جوّه بطنها 9 شهور ومعاها طول الوقت من ساعة ما اتولدت. هي بتقول لك تعمل إيه وتروح فين وتيجي منين، هي اللي علّمتك الدنيا. فلمّا تيجي مامتك تقول لك أصل أنت خيبان ما بتفهمش في حاجة، هتفضل طول عمرك خيبان وما بتفهمش هي خلاص هي دخلت جوّه دماغك وثبتت على كده. لو مامتك قالت لِك أنتِ أي حد يضحك عليكِ، أنتِ سهل يتضحك عليكِ، هيتضحك عليكِ. ليه؟ لإن دول بالنسبة لنا الauthority figure، دول كل حاجة، هم يعرفوا الدنيا كلّها، إحنا بنشوف الدنيا من خلالهم، وبنشوف نَفْسنا من خلال عينيهم، فالكلام اللي كانوا بيقولوه لنا وإحنا صغيرين ده بيترسّخ جوّانا. المشكلة إن أنت بتفضل مصدّق الكلام اللي اتقال لك وأنت صغير ده لغاية النهارده، يكون عندك 30، 40، 50، 60 سَنة ولسه برضه فاكر إن أنا مش باعرف أحسب أو إن أنا خايب أو إن أنا إنسان انطوائي أو إن أنا ما باعرفش أعمل أصحاب أو الناس بيضحكوا عليّا. هافضل طول عمري عايش في الإيه، في القصة دي، لإن أنا قررت إن أنا أصدّقها. فأنت على اللي أنت عليه، لإن إحنا اتحطينا في قوالب من وإحنا صغيرين وعِشنا عليها واتربينا عليها واتقال لنا أنتم كده. أنا كده، أنا إنسانة انطوائية، خلاص مهما عملت هافضل طول عاملة كده على طول، أول ما أروح في أي أروح عاملة كده. ليه؟ لإن أنا يا جماعة إنسانة انطوائية، ما أعرفش أكون غير كده. الحقيقة ده يعني الحقيقة اللي إحنا بقى لازم نتصدم بيها، إن أنت مش كده. أنت لا أنت انطوائي ولا أنت ما بتفهمش في الحساب ولا ربنا لمّا خلقنا خلق كل البشر عندهم قوة عقل خارقة. تقدر تعمل كل حاجة، تقدر تحسب وتقدر تتعلّم أي حاجة وكل حاجة وتقدر تفهم وعندنا ذكاء يعني اجتماعي وعندنا ذكاء عاطفي، الحاجات دي كلّها اتولدنا بيها. ولكن إحنا بقى بنطمسها بقى، نطمسها إن حد قال لنا كلام غلط، ولمّا بنكبر إحنا بقى اللي بنطمسها بنفسنا، لإن إحنا صدّقنا الكلام الغلط اللي اتقال علينا وعايشين بالكلام ده لغاية النهارده. في قصة بتاعة بنت هي عايشة struggling life، حياة على القد كده ماشية إيه يا دوبك عايشة في شقة صغيرة وحياتها يعني غلبانة جدًا، وبتشتغل في محلات بتاعة البرجر، وتشتغل مش عارفة إيه في محلات تبيع حاجات في 99 cent store وبتاخد مرتب يعني عايشة مرتب paycheck to paycheck زي النظام اللي هو إيه معظم البشر عايشينه، اللي داخل أدفع بيه الفواتير بتاعتي وخلاص. ففي مرّة هي العربية بتاعتها وهي راكنة حد خبط لها العربية، طبعًا بلّغوا الinsurance لإن هي ما عملتش أي حاجة غلط، والمهم الخبطة وبعد ما عملوا evaluation ادّوها تقريبًا حاجة بتاعة $5000 في إيديها علشان العربية بتاعتها وتصليحها وكده. هي عربيتها workable لسه ممكن تسوقها وكل حاجة، فيها خبطة من الجنب وكل حاجة، بس إيه الinsurance كتب لها إنها تاخد المبلغ ده، الشخص اللي خبطها دفع لها فعلًا $5000 اللي هو اللي عليها. هي بقى خدت ال5000 دولار دي بقى في إيديها، بقت مش عارفة تعمل إيه.
هي عمرها ما مسكت رقم زي كده، هي عايشه يا دوبك اللي داخل على قبل ما المرتب يدخل يكون طلع الايجار وطلع مش عارفه ايه تصليح ايه، خلصت الايه عايشه على القد. ففجاه بقى معاها $5000. فعملت ايه؟ راحت واخده ال $5000 دي ونزلت على المول واشترت حاجات كتيره جدا، حاجات ملهاش هي مش عايزاها اصلا، اشترت اي كلام. طب ليه؟ فارتكت ال $5000. فلما تاني يوم بقى يعني بتقول لزمايلها وكده، فقالوا لها طب عملتي ايه بال 5000؟ انت عليها ديون بقى، عليها ديون ستودنت لون لما كانت طالبه، وعليها بقى ايجارات متاخره قالوا لها طب ما تسددي ده. قالت لهم لا، انا حسيت ان انا فيري انكمفورتبل، مش عارفه عمري ما مسكت فلوس زي كده. فالحل الوحيد انها نزلت وفرتكت الفلوس عشان تحس تاني انها ايه، لازم تعيش على القد. العقلية دي حقيقية موجودة فينا. في ناس ما بتقدرش انها تعيش بره اللي اتقال لها وهي صغيرة. هي اتقال لها ان انت هتعيشي فقيرة، انت ما بتعرفيش تتصرفي في الفلوس، ففعلا بتتصرف زي ما اتقال لها بالظبط. هي دي بقى العقلية اللي انت على ما انت عليه، علشان كده عشان انت صدقت الكلام اللي اتقال لك وانت صغير وبتشتغل على اساس انا ما بعرفش اعمل اصحاب، انا بيضحك عليا، انا ما بعرفش احسب، انا لما بروح في اي شغل بيدوني الشغل ويضحكوا عليا، انا ما بعرفش اكمل علاقة كويسة، انا اتقال الكلام ده وبناء عليه انا بشتغل على الكلام اللي بيتقال لي بالظبط. وعلشان كده بنفضل في الحالة اللي احنا فيها. فانت على ما انت عليه عشان اتحطيت في قالب وانت صغير. طب ايه الحل؟ غير القالب، غير المفهوم اللي اتحط في دماغك، اقتنع ان انت تقدر تعمل اللي ربنا خلقه لينا كل الامكان. الشخص اللي انت نفسك تكونه، طالما انت نفسك ربنا حط في قلبك حلم ان انت هتكون الشخصية دي، فهتكون فعلا الشخصية دي.